دقات الساعة يلي ما بترجع، قصة جديدة من حكايتي وحكايتك. بسقاق ضيق بحارة بابتوما كان في بيت قديم حجره أصفر ومزخرف، ساكنته خالة نعيمة، ست عمرها بالسبعين، ما عندها حدا غير ساعة جدها الحائطية يلي كانت تدق كل ساعة وكأنه بتنبهها إنه لسه في وقت بالحياة. الناس بالحارة بيقولوا إنه هاي الساعة مو عادية، لأنه كل ما دقت كانت خالة نعيمة تكتب شي بيشبه النبوءة على ورقة صغيرة وتعلقها على باب بيتها. ورقة اليوم بتقول رح يرجع اللي كان غايب قبل ما تغيب الشمس. الكل صاروا ينتبهوا مين هالغايب وليش هالقد خالة نعيمة واثقة. البعض قالوا إنه ابنها يلي راح من 20 سنة على بيروت، والبعض قالوا إنه عم تحكي عن نفسها إنه رح تغيب. بعدين بيوم من الأيام شاب غريب مرق بالحارة، عيونه بتشبه صورة باهتة معلقة بصالون نعيمة، اسمه يوسف. وقف قدام باب البيت وقرأ الورقة، حس في شي غريب بقلبه كأنه بيعرف البيت. دق الباب وخالة نعيمة فتحت، ما حكت ولا كلمة بس حطت إيدها على صدره وقالت: أنت رجعت قبل ما تغيب الشمس؟ طلع يوسف هو حفيدها، ابن ابنها يلي كان مفقود الاتصال بينهم من سنين وعم يدور على جذوره. من وقتها الساعة وقفت عن الدق، بس الحارة صار فيها حياة جديدة. يوسف فتح مقهى صغير بنفس البيت سماه ورقة نعيمة، وكل يوم بيحط ورقة على الحيط فيها حكمة، ذكريات أو حلم. صار المكان مقصد للناس اللي بدها تتذكر، تحن أو تحكي قصتها. هاي القصة حقيقية، ناس عاشت فراق طويل بس بالآخير الوقت عطاهم لحظة رجوع غير متوقعة. أو فزرني في منامي علنا نلتقي لو في زوايا الحجب.